السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلب الناس في هذه الأيام يتكلم عن التوفير وكيف توفر في الكهرباء، كيف توفر في البنزين، وكيف التوفير بصفة عامة في ظل الظروف هذه والأوضاع الصعبة شوي. موضوع اليوم ما هو عن التوفير، عن زيادة الدخل وزيادة المال، كيف تزيد في دخلك وكيف تزيد في مالك بطريقة ذكية، وانت بتسأل نفسك وبتجاوب نفسك هل انت ذكي ولا ما انت ذكي. وعلى فكرة الرسالة هذه صدقة جارية، ما هي بس صدقة وفيها حسنات، إلا بإذن الله صدقة جارية لمن ينشرها ويكسب أجرها. الموضوع والذكاء بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنت مؤمن فطن ولا لا؟ سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الصحابة: أيكم أحب إليه ماله أم مال وريثه؟ أجابوا جميعا: بل ماله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالي أنا أحب لي وأفضل لي من مال ولدي أو اللي من يورثني أو أخوي أو أبوي أو أيا كان، لأن مالي في جيبي أصرف منه زي ما أبغى واشتري منه وقت ما أبغى. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه مميز جدا جدا في اللي يتصدق. قال: ما تتصدقون به هو مالكم، وما تخزنونه أو ما تحفظونه هو مال ورثتكم. فأنت ذا الحين إذا في القرآن الميت يتمنى العودة علشان يتصدق، ما هو عشان الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا عشان الصلاة، ولا عشان الصوم، ولا علشان أي عمل. قال: ربي رجاني عشان أتصدق. فأهم شيء إنك تفهم وتشوف وتعرف. إذا عندك شك تجرب. ما نقص مال من صدق، وخصوصا اللي ينام وعداد الحسنات شغال، ويموت وعداد الحسنات شغال وتوصله إلين قبره، الصدقة الجاري. هل أنت ذكي ومؤمن فطن ولا ما أنت فطن؟ هل قد جربت الصدقة الجارية ولا لا؟ نصيحة لوجه الله: تصدق بصدقة جارية، لو بناء مسجد، لو اللي ما عنده سيولة، لو ما غير برادة تحطها في مسجد، لو كذا مصحف، لو في كل شهر ما تقدر إلا تشتري مصحف واحد وتحطه في مسجد بعيد عن مسجد الحارة اللي عندك وبعيد عن الناس اللي يعرفونك، عشان يكون عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا فعلا جاوب نفسك: هل أنت فطن قبل اليوم وقد سويتها، ولا بيفطنك الله سبحانه وتعالى وبيهديك بعد سمع ذا المقطع وتعمل لنفسك وتزيد من مالك؟ جميع أموالك اللي في رصيدك في بيت في سيارة ما هي مالك. مالك يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تصدقت به، اللي تصدقت منه سبقك للآخرة. فهل بتندم مع من هم نادمين ربي رجعني عشان أتصدق، ولا بيهديك الله وتتصدق اليوم؟ والصدقة الجارية، الصدقة الجارية ساهم في بناء مسجد لو ببلوك. شوف لك أي مسجد بعيد عنك ما حد ما يدخل في عملك لا رياء ولا سمعة، لو تروح بس تقول يا إمام المسجد هذه 100 ريال ولا 200 ريال. هل أنت مؤمن فطن ولا لا؟ ثاني حاجة وهي المهمة: إذا المقطع ذا وصل كذا شخص ونبهه الله وتصدق بصدقة جارية فلك زي أجره. أقل حاجة إذا ما تصدقت صدقة جارية انشر ذا المقطع. أقل شيء لو بأي نوع من أنواع الصدقة، لو بس تحفيظ قرآن، واحد يحفظ الطلاب والعيال القرآن تتكفل براتبه 1000 1500 2000، جميع ما يحفظونه طول حياتهم وسنينهم، وكل اللي حفظوه أو علموه للي بعدهم، وكل ما تليت هذه الآيات وهذه الصور اللي بسببها أنت حفظوها، أجرها ما ينقصك بإذن الله منه شيء. فأرجوك لنفسك ابدأ بصدقة جارية، لو بس تمر مكتبة تأخذ لك كم قرآن تحطه في المسجد. المؤمن الفطن الكيس اللي إذا مات ما ينقطع عمله، حتى وهو نايم ما ينقطع عمله، شغال العداد. الله يكتب أجركم ويجزاكم عنا كل خير، وانشر المقطع لعل غيرك يهديه الله ويتصدق صدقة جارية فلك مثل أجر. والله يجزاكم عنا كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.